التحنيط كان بيتعمل ليه وازاي؟ وبدأ امتى وشكل نهايته كان ايه؟ هيكون معاكم ويحكي لكم القصة حورس القبط المسلم. ويلا بينا. التحنيط هو اننا نحفظ جثة شخص مات من ان هي تتعفن من خلال ان احنا نضيف لها بعض المواد الكيماوية وبطريقة معينة علشان نحافظ على شكل الجثة وما تتحللش نهائيا وتبقى كأنها حية. وهنعرف مع بعض ازاي بالتفصيل. طب ليه المصريين عملوا كده زمان؟ لان المصريين كانوا مؤمنين تماما بان في بعث وخلود بعد الموت، وان في حساب ثواب وعقاب، وده بعد ما الانسان يموت روحه بتترد له تاني ويتحاسب على الاعمال اللي عملها في الدنيا، ولكن بشرط واحد، ان جسمه او جثته تكون سليمة علشان روحه لما تيجي تترد له تتعرف عليه، ولو جثته مش سليمة روحه مش هتتعرف عليها وبالتالي هيتحرم من الخلود ومصيره هيبقى الفناء. وعشان كده بنلاقي لما بتحصل صراعات او خناقة ما بين اسرة والتانية، كانت الاسرة من دول بتروح على مقابر الاسرة التانية وتمزق وتشوه كل المومياوات اللي موجودة فيها وتدمر كل متعلقاتها علشان يحرموهم من البعث والخلود ويكون مصيرهم العدم. فتلاقي الاسر المصرية القديمة كانوا بيخبوا المقابر بتاعتهم في اماكن ما يعرفهاش الدبان الازرق علشان ما حدش يقدر يعدم او يشوه المومياوات ويحرمهم من البعث والخلود. طب ازاي بنقدر نحنط الجثة؟ عملية التحنيط ما كانتش هتتم الا بدراية كاملة بالتشريح والكيمياء، وزي ما احنا عارفين المصريين كانوا هم اول الاطباء والكيميائيين في التاريخ. ونبدا عملية التحنيط، واول حاجة احنا محتاجين نخرجها هو المخ. بس طبعا انتوا عارفين احنا ما ينفعش نكسر الجمجمة ونشوه الدماغ عشان نخرج المخ، فما بيبقاش قدامنا غير فتحة المناخير ان احنا نخرج منها المخ. فبنجيب الاجنة والشاكوش، بنكسر حاجز الانف، وبنجيب خطاف. الخطاف ده بيبقى حامي جدا وبيبقى مربوط بسنارة، وبندخله من المناخير وبنجيب منه المخ وبنخرجه واحدة واحدة. وبعد كده بنخرج كل الأحشاء اللي في الجسم من الصدر والبطن وغيره، وده طبعا من خلال الفتحات اللي احنا بنفتحها. وبنحقن الأمعاء بزيت الصنوبر من خلال فتحة الشرج علشان نمنع الأمعاء إن هي تكون أي بيئة يتكون فيها بكتيريا أو يحصل فيها أي تحلل. الحاجة الوحيدة اللي ما بتتشالش من الجسم هي القلب. كل الأعضاء وأي حاجة رخوة جوه الجسم بتتشال، وده لأن المصريين كانوا مؤمنين تماما بأن القلب هو مركز الروح والعاطفة، وإن القلب ده الوحيد اللي هيقدر يخرجه ويتعامل معاه هو أنوبيس. وأنوبيس لما يخرج القلب من الموميا هيعرف ساعتها إذا كان الشخص ده خير ولا شرير، وساعتها هيبدأ يحاسبه. فكله بيتشال ويفضل القلب هو العضو الوحيد في جثة الموميا. فبيتبقى عندنا الصدر والبطن، ودول بنملى الفراغات اللي فيهم بمحلول النطرون وشرايط الكتان. وشرايط الكتان دي بتبقى منقوعة في العطور، وده علشان يمنعوا وجود أي بيئة تسمح بالتعفن والتحلل في جثة المتوفى. وبعد كده احنا بنحتاج ننشف الجثة كويس جدا، فبنحطها في ملح النطرون علشان نطلع من الجثة دي كل ذرة مية ودهون تسمح بنمو البكتيريا. وبعد ما الجثة تبقى ناشفة 100% بندهنها بعطر سائل علشان نسد المسام والفراغات اللي في الجلد علشان نمنع دخول أي رطوبة، وبالتالي يبقى الجلد عازل للرطوبة وما يسيبش منفذ لأي حشرات أو بكتيريا تقدر إن هي تعدي منه. الجثة بعد ما خرجنا منها كل الأعضاء دي بيبقى شكلها مترهل جدا، وتحس إن الجسم بقى ممصوص بسبب الوزن الكبير اللي هو خسره. فالمصريين بدأوا إن هم يحطوا رمل ما بين الجلد وما بين العضلات علشان يحلوا مشكلة الترهل ويعوضوا فقدان الحجم اللي الجثة فقدته. طبعا بعد ما خلصنا كل الخطوات دي لازم نسد كل الفراغات والفتحات اللي في جسم الموميا. بنسد الودان والعينين والمناخير والبق واي فتحة احنا فتحناها علشان نخرج الاعضاء، وده بيبقى بواسطة شمع العسل. وقبل الخطوة الاخيرة في التحنيط كانوا بيحطوا الموميا ميك اب، كانوا بيوردوا الخدود وكده علشان يوم البعث تبقى صاحية شكلها جميل. والخطوة النهائية علشان نأكد على كل الكلام ده احنا بنلف الموميا بشرايط الكتان المنقوعة في العطور من اول رجليها لغاية راسها، ممكن كذا مرة، ممكن نستخدم فيها مئات الامتار من شرايط الكتان. وهي بتتلف على الموميا بنلفها على شمع العسل علشان تلزق كويس، ويظهر معانا الشكل النهائي للموميا المصرية اللي فضلت محافظة على نفسها آلاف السنين، واللي المصريين قدروا يهزموا فيها البكتيريا والكائنات الدقيقة بان هي تحلل الجثث بتاعتهم. وينتهي التحنيط في مصر بعد دخول وانتشار المسيحية في مصر، وده لان الديانات السماوية بتحرم وتمنع التحنيط وبتنص على ان الجسد لازم يتدفن وان الجسد بيبقى ليه حرمه. عمليه التحنيط كانت بتاخد تقريبا 70 يوم، وده علشان كان فيه طقوس دينيه كتير بتتعمل اثناء التحنيط. وفي خرافه طلعت ان اللي بيتعدى على المومياوات دي بتصيبه لعنات، واللي هي اطلقوا عليها لعنه الفراعنه، ودي نسبوها للطقوس الدينيه اللي تتعمل اثناء التحنيط، ان اللي بيقرب للموميا بتصيبه لعنات وسحر والكلام ده. ولكن كل ده ليس له اساس من الصحه. وطبعا لازم نحط في الاعتبار ان الاغنياء بيتحنطوا غير الفقراء غير عامة الشعب، التلاتة كل واحد على قد فلوسه. ولسه في
في اسئله كتير قوي احنا مش عارفين اجابتها في عالم التحنيط، زي مثلا هو ازاي في مومياوات طلعت منها كل احشائها من غير ما يتفتح فيها اي فتحه في جسمها، وغيرها كتير من التساؤلات اللي لسه احنا مش عارفين لها اجابه لغايه دلوقتي. ودي كانت حكايه التحنيط، وكان معكم حوار سكت مسلم، ويلا اقعدوا بالعافيه.